ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. ديال كاس العالم مغودي ربما بزاف ديال الخلاصات ايجابيه، باستثناء تفصيل واحد اللي هو بعض الاصابات اللي شفنا اليوم، مزراوي، الزلزولي، وعدم مشاركه انس صلاح الدين كذلك اللي ما كانش في البون دو توش. يعني الى حدود الساعه مازال شفنا التصريح ديال محمد وهبي، يعني كيتمنى انه طالع يكونوا الفحوصات ما تكونش شي حاجه اللي هي صعيبه، لكن جوج لاعبين اساسيين ومهمين في التركيبه البشريه ديال الناخب الوطني. ماشي تعليق سي محمد. لا انا اولا صراحه اتالم فاش في ديك الاصابه ديال اللاعبين، لان خاصه ان في ديك الجهه اليسرى كانوا الطوب في الجوله الاولى، وان هاد جوج اللاعبين، واحد هو مصدر الامن ومصدر الثقه داخل خط دفاع الفريق الوطني المغربي اللي هو المزراوي، واخر يعني نقطه ضوء كبيره جدا في الهجوم ديال الفريق الوطني المغربي. نتمنى على الله ما تكونش شي اصابه خطيره، نتمنى على الله يكونوا جاهزين في المقابله الاولى واللي هي مقابله ايضا مهمه جدا. انا غير بالعوده للقاء يمكن نقول ان وهبي كان عنده في الجوله الاولى فلسفه وفي الجوله الثانيه فلسفه. في الجوله الاولى يمكن نقول انه دخل بالتشكيل شبه نهائي شبه رسمي، وبغى يشوف مجموعه من الخلاصات اللي غيوصل لها. دونك انا ديك الشجاعه باش بدا المقابله وضغط على المنتخب ديال النرويج اللي عنده مثقل بالنجوم، راه صراحه ادهشتني. يعني بحال بغيت تقول الفقره الاولى من الجوله الاولى كانت ديك الضغط على الفريق ديالو، خليه يرتكب مجموعه من الاخطاء، وكان بالامكان ديالنا في الجوله الاولى نخرجوا بنتيجه اكثر من الهدف الاساسي. حتى في الفقره الثانيه في الجوله الاولى جا وحبس ليه في الوسط وخلاه كيطلع ويمشي ويجي الى غير ذلك، وتمكن الفريق الوطني المغربي انه ينجح بامتياز. في الفقره الثالثه في الجوله الاولى هو ايضا كيوفق بيناتهم بجوج. في الجوله الثانيه انا بالنسبه لي الجوله الثانيه كان عنده فلسفه واحده، هو اشراك اكبر عدد ممكن من اللاعبين، يوقف على الجاهزيه ديال اكبر عدد من اللاعبين، اقحام اللاعبين يشاركوا في مقابلات وديه قويه وفي هذه الاجواء ديال امريكا بحضور تلك الجماهير التي كانت قويه. انا بالنسبه لي ما طمأنني اكثر هو النقطه التخوف اللي كانت عندي على الفريق الوطني المغربي، كانت عندي في خط الدفاع في اللاكس. اليوم فاش كنشوف الضيوف كيفاش لعب، فاش كنشوف شادر كيفاش لعب، ومع من اللاعبين خلينا لاعبين مع هالون، نعم لاعبين مع ديك الدري هذاك اللي كيلعب في اتلتيكو كيلعب مع واحد الدري راه كيلعب هذاك اللي اوديغارد ارسنال، ما عرفت تلف ديك عندهم مجموعه لاعبين مميزين على مستوى خط وسط. بالعمري ما بان لي متلف كاع. كتحس والواقع الطريقه باش مشى عليه راه ذكرني بانه باقي كيلعب في البطوله الوطنيه. سيرتو اللاعب هذاك لاعب متمرس يمشي اللي بغى يتقلق هذا الفريق الوطني المغربي اللي بغى يتقلق كتبان لك بان الفريق الوطني المغربي هذيك النقطه اللي كانت خلعانه اصبحت هي ايضا نقطه مطمئنه. وانا اعتقد ان هشام غادي يكون انتبه ليها اكثر مني انا واكثر من الناس، لان هذاك هو البلاصه ديالو فين كيلعب، هو عارف ديك النقطه. وسط الميدان انا ما كنتش مخلع منه بزاف، لان تنقول كاين فيه العلماء، ولكن الذي يعني رفع لي من الطمأنينه ديالي فيه هو ديك الوليد كيفاش كيلعب بحال لعب شي 15 عام في الفريق الوطني المغربي. ديك بوعدي راه كيلعب بواحد السهوله بواحد الطمأنينه ما عندي مقلق. على مستوى الهجوم جيسبر ان الزلزال يبقى في الطوب. انا بالنسبه لي السيباري كان طوب، نتمنى اول ان شاء الله ما تكون عنده والو، هذا هو اصابه خفيفه ان شاء الله باش يكون حاضر، لان اليوم راه ما شاء الله كان انا كان الدور ديالو مهم بزاف في التشكيله ديال الناخب الوطني اليوم، وشفنا الشكل والوجه اللي بغينا كنتظروا من الزلزولي، بانسلالات السرعه، كان حاسم التمريره كيعرف يمتى يضرب البوطو، يمتى يعطي الزملاء ديالو. واحدى التمريرات ديالو جا منها البيت ديال ابراهيم دياز. بغيتكم تعلقوا لي على التشكيله الرسميه اللي دخل بها الناخب الوطني واللي غنشوفوها بعد ثواني. واش انتم متفقين مع التشكيله الرسميه اللي دخل بها محمد وهبي اليوم، وكتشوفوا انها ربما الاقرب انها تكون في الماتش ديال البرازيل؟ لان يعني كنت كنتابع يعني حتى التعليقات ديال الجماهير المغربيه يعني بنسبه كبيره كانوا مرتاحين التشكيله اللي دخلت اليوم. واش من نظركم هي الاقرب مع عوده حكيمي، مع عوده مجموعه اللاعبين اللي ما كانوش حاضرين في الماتش اللي داز؟
يعني كونتر مدغشقر. شنو بالك هشام؟ انا نقدر نقول كاين واحد 90 حتى 95%. اولا نتمنى على انه الدراري ما يكونوش عندهم شي اصابه اللي تغيبهم بشكل يعني كثير، لانه كنعرفوا اللي شويه كيطمئن هو انه ماشي اصابه عضليه، يعني ملي كيكون يعني اصطدام يعني حتى المده ما كتكونش طويله بزاف، كيكون يعني ممكن تكون المده ديال انه يداوى تكون قليله، وهذا اللي نتمناو. الاشارات الاوليه كتقول ان ربما كاين مشكل في الكتف عند مزراوي، واصابه شفنا يعني كان تدخل ديال لاعب النرويج اللي ارمى بواحد من اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي اللي سقط على الركبه ديال اللاعب الزلزولي. لا ولكن الطريقه كيفاش خرج كانت ربما اصابه اللي تيفرح بالنسبه للمزراوي هو انه ما طاحش يعني في التيران وجاو هزوه وخرجوه، يعني في ديك التوقف الاولي فاش مشاو يشربوا الماء تما عاد مشى دوا مع المدرب هو ديكلارا دونك هنا ما كتعطيكش اصابه بالغه، يعني ماشي طاح عاد دخلوا مثلا الطاقم الطبي وهزوه وخرجوه. هذا الشيء اللي كيوحي على انه ربما ان شاء الله نسترجعوهم، وخصنا نسترجعوهم لانهم هذاك الكولوار غوش الا شتي برير ميطون فكان حاسم مشكل كبير رغم ان يعني مزراوي ما كانش كيمشي للمسانده الهجوميه، ولكن كانوا مقتسمين الادوار، خصوصا على اننا كنا كنديروا لي ترانزيسيون بزاف، ولا المنتخب النرويجي كان كيضغط عالي كيخلي بعض المساحات. يعني الزلزولي بالسرعه ديالو بالمهاره ديالو اللي عجبني فيه هو انه في اللقطه ديال الهدف الزلزولي مثلا ديال واحد 3 سنين ولا واحد 4 سنين يقدر يحضر راسو ويعطل الوقت ويمشي يقصد ذاك المدافع. هو فكر المجموعه اكثر ما فكر راسو، وبات على انه التمريره ممكن انها تكون اقرب لانها تسجل، عكس لانه مثلا يدريبلي ويضيع الوقت ويكون ذاك الروبلي ديفونسيف ديال المنتخب ديال النرويجي، وممكن لان اللقطه تموت. رجوعا للسؤال ديالك خويا امين، كنشوف انا الميليو تيرا بالنسبه لي انا الا كان الخنوس يكون احسن. انا بالنسبه لي يكون الخنوس امام البعدي وامام العناوي يكون احسن. علاش؟ لانه بلاص اناحي كتقصد بالنسبه لي لانه انا اناحي وراء المهاجمين كرقم 10 ما تيقنعنيش بشكل كبير. اليوم الا سمعتي هشام ما شفناش اناحي 10 نيميرو 10 كلاسيكي كما كنعرفوا، راه كان بحال قلتي بحال حتى هو مهاجم وهمي وكيمشي حدا السيباري ما تيطيحش في الخطه الدفاعيه، كيرجع كيدافع حدا السيباري، ولكن ما تيبلونجي 4-2 ولا 4-2 ولكن ما تيبلونجي، لا هي 4-2-3-1 ولكن ملي كنفقدوا الكره كترجع ل 4-4-2 دائما كيقرب حدا السيباري كما قلنا باش اورينتيو المنتخب ديال الارجنتين ديال النرويج عفوا من جاتني هذا الارجنتين المنتخب ديال النرويج في الفينال ان شاء الله نتمنى لانه لعب ولا السي محمود ذهبي لعب مع الارجنتين في الفينال في ايفان، نتمناو ان شاء الله تكون ان شاء الله مع الكبار في 2026 ونتوجو بوركوا با. قلت لك على انه كي اورينتيو المنتخب ديال النرويج لواحد الكوتي من لي دو كوتي، ما كوتي دروا ولا كوتي غوش، هنا كيزيد السيباري كيزيد اناحي تيولي مع السيباري باش نرجعوا ل 4-4-2 ولكن هو يعني في ديسبوزيسيون ديالو الاولى يعني 4-2-3-1. انا اللي اناحي دائما كنقولها يعني في الكره عندنا اللاعب اللي كيعطيك بزاف ديال الحلول، لانه كما كنقول شحال هذه جوور دو بالون جوور يعني في المساحات الصغيره يقدر على انه يبني معاك يعني دي تريونغل او لا مثلا ملي كنكونوا غادي نمشيو لاطاك، ولكن المشكل ديالو هو اللي مبغاش يضحي من اجله هو انه يلعب بدون كره، وانه ملي مثلا كنتكونوا لاعبين في الكوتي غوش او لا مثلا في الكوتي دروا وكيخرج مثلا السيباري باش نتسناو من اناحي لانه يطيح في هذاك المساحه اللي كيخلق السيباري ما تيطيحش. ملي كنجيو نشوفوا اللقطات اللي خلقنا بهم ديزيكيليبر بالنسبه للمنتخب النرويجي هو ملي كان كي ديكروشي السيباري وكيطيح الزلزولي ودياز. الا جيتي تشوف اللقطه اللي عطاها داك لاباس ديال ابراهيم دياز اللي عطاها الزلزولي من الكوتي دروا عطا ليه بالكوتي غوش، هذاك باس راه بحال هزا بيدو حطا ليه، يعني واحد لاباس من طراز عالي فيها التايمينغ وفيها ايضا النظره ديال انه وقتاش يمرر ليه حتى لو جيست اللي كيفاش دار هذاك دومي فولي دار معاها وضربها بهذيك الطريقه فكانت ميتريزيه بطريقه مزيانه. ثم كاينه اللقطه الاخرى اللي كانت من الكوتي غوش، شكون اللي طاح تما؟ طاح دياز وتعطاتو في هذيك المساحه ولوباها على الحارس، يعني كان من الممكن انها تسجل. دونك هادو جوج ديال اللقطات اللي كان المفروض كما قال سي محمد قبيله نخرجوا بواحد 3-0. دونك الخدمه بدون كره اليوم دارت من لي زيكسونتري، ولكن كنت كنتسناها تكون من اناحي اكثر. ربما في الدوزيام ميطو كانت علاش؟ لانه دخل المرابط حرر شويه العناوي اللي ولا كيمشي، ولكن كنت كنتمنى على انه اناحي حتى هو يدير هذا اللورول هذه ويطيح دائما في المساحات. ولكن بالنسبه لي اليوم في هذه المساله ديال انه يطيح في المساحات ما دارهاش بشكل كبير، وكنعرفوا اناحي بالنسبه لي اللاعب اللي ما تيبغيش يلعب بدون كره او دائما بدون كره كي شويه كيحتاط كثير.
على حسب هويه الخصم وعلى حسب عاوتاني تعليمات المدرب وحنا شنو محتاجين من بعض اللاعبين. دونك عندك ملاحظه وحده هي ربما الخنوس بالنسبه لي وناحي بالنسبه لك اللي التشكيله تكون مثاليه. عندك شي تعليقات سي محمد؟ لا انا بالنسبه لي كنعتقد انه غيلعب بنفس التشكيله، م. لانه هو داك الشيء اللي كان باغي من الفريق الوطني المغربي في الجوله الاولى تحقق له بواحد النسبه ديال 100%. صحيح. اللي كان ما وصلش هما حتى كانوا ديك اللقطات اللي وصلوا لعب بحال هذيك اللحظه ديال الكره اللي وصلت الزلزل ولا الكره اللي وصلت للدياز، لو كانت سجلت كانوا غادي يكونوا اهداف عالميه وكانت غادي تكون نتيجه مطمئنه بشكل نهائي. انا بالنسبه لي طالما انه نجح في الجوله الاولى بنفس اللاعبين بنفس النهج التكتيكي، انا كنعتقد انه غيحافظ عليه. هذا لا يعني ان الخنوس ماشي لاعب استثنائي، الخنوس راه لاعب كبير، هذا واقع. الخنوس راه الا دخل يدير ديك الشيء اللي ما يطيحلكش في البال، ولكن وهبي عنده الفلسفه ديالو. في الجوله الاولى لعب بها، شاف داك الشيء اللي خصو، بانت له ناجحه. في الجوله الثانيه راه غير الفرقه كلها تقريبا، راه غير 10 لاعبين جميع اللاعبين باستثناء الحارس ياسين بونو اللي سجل. ولكن دابا ملي كنقولوا الخنوس غادي يعطيك هذيك الزياده العدديه. ملي كنقولوا على ان الوهبي الاسلوب والفكر ديالو لانه كيلعب بمهاجم وهمي، فدائما خصك لاعبين القادمون من الوراء. الا غيمشيو لك مازال لي زيك سونطري راه لا عندك جوج، الا ضاف لك لاعب من الميليو تيران كيعطيك زياده عدديه اكثر، كيعطيك عدد ديال اللاعبين اكثر وكيعطيك حلول اكثر. اناحي مزيان في واحد ستيل دو جو، واحد السيستيم دو جو مزيان، لانه جوور دو بالون يخلي الكره في رجلو. ملي نكونوا مثلا عندنا استحواذ ونجحنا فيها، ملي عندك بوعدي وعندك العناوي وعندك اناحي لعابه اللي كيعرفوا يلعبوا لا في المساحات الضيقه لا في المساحات الكبيره، يعطيك اضافه. ولكن بدون كره كنتكلم انا على اننا حنا محتاجين لعابه اللي يطيحوا لنا في المساحات بدون كره. الخنوس كيدير هذه المساله غير في الماتش اللي لعبنا هنايا كونتر مدغشقر، دارها عده مرات. دونك ملي كتلعب يعني بواحد المهاجم وهمي كيخصك انك تلقى حلول، اللي غتلقى حلول خصك دير بروفيل ديال ديك الحلول. بالنسبه لي انا اناحي راه لا يختلف في جوج على انه لاعب في المستوى العالي، ولكن باش تزيد تنجح هذه الطريقه وهذا الفكر وهذا الاسلوب لانه هو كيعتمد عليه بواحد الشكل كبير، ففي اعتقادي البروفيل ديال الخنوس ممكن لانه يعطينا اضافه نوعيه. واكيد على ان اناحي في دوزام ميطون اللي تحتاجه دائما غادي تلقاه، ويقدر يلعب بالمرابط في الاول باش يعاون خط الدفاع، لان راه مع البريزيل راه ماشي غادي نواجهوا الطيور، غادي نواجهوا. انا جاي كمحمد الخط الوسط الميدان بقاو غادي ضريبه. اليوم كان اداء ممتاز ديال الفريق الوطني المغربي الشوط الاول، يعني شفنا حتى التفاعل ديال الجماهير هنايا في الرباط مدينه العاصمه المغربيه وفي بعض المقاهي هنايا في المدينه. يعني كلشي كان فرحان بالاداء ديال المنتخب الوطني المغربي في الشوط الاول، تقريبا احسن شوط ديال وهبي نقدر نقولوا مع المنتخب الوطني المغربي. 3 ديال الانتصارات، 2 ديال التعادلات في اول 5 ديال المباريات، وعادل تقريبا نفس المسار ديال الناخب الوطني السابق وليد الركراكي وكذلك هيرفي رونار في البدايه ديالهم مع المنتخب الوطني المغربي. واش اليوم نقدروا نقولوا في 45 دقيقه وجدنا هيكله وبان البناء ديال المنتخب الوطني المغربي، وشنو الخلاصات والافكار اللي ربما طبقهم اليوم وخدموا لهم محمد وهبي مع المنتخب في الميطان الاول؟ بالنسبه لي انا 45 دقيقه كانت 45 دقيقه مثاليه على جميع المستويات. كانت بروير ميطون من المستوى العالي، والمنتخب النرويج يعني تفاجأ من المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي وتفاجأ من ذاك الضغط العالي اللي دار عليه. بالنسبه لي كاينين بزاف ديال الايجابيات، واولا الاصرار يعني بالبناء من الخلف. يعني كنعرفوا على انه اول مباراه قلنا على ان عيسى ديوب لعاب اللي دائما كيلعب تحت الضغط وما تيخافش على انه يخرج الكره من الخلف. ايضا الحلول ديال اللاعبين ديال الخط الوسط، ملي كنقولوا الاصرار نقطه مهمه هذه هشام، لان واخا الضغط ديال لعابه النرويج اللي مشاو داروا واحد البريسينغ، ولكن رغم ذلك شفنا اللعابه قدروا انهم يحافظوا على الكره بالهدوء وعرفوا يخرجوها اكثر من مره، لان كاينه حلول. لانه اللعابه كانوا كيتحركوا بزاف. كاين عندك حلول في الكوتي دروا ديال اناحي، في الكوتي غوش ديال مزراوي، لي 3 ميليو تيران بثلاثه كيعرفوا يلعبوا تحت الضغط. الى ما عندكش هنا كيولوا عندك 5 ولا 6 ديال الحلول. دونك اللاعبين كيتحركوا بدون كره وكيتحركوا في المساحات. يعني البورتور دو بالون، اللاعب اللي كتكون عنده الكره ما كيكونش عنده غير خيار واحد، دونك كيعطي بزاف ديال الخيارات. اضافه لانه حارس اللي كيلعب برجلو مزيان، رغم انه بعض الاحيان ما كيكونش الخيار انك تلعب للامام، كترجع عاوتاني باش تعاود تبني من هذا الحارس وتمشي عاوتاني ترجع من الكوتي الاخر وتبني. هذه واحد. جوج هو انه اليوم شفنا البريسينغ والكونتر بريسينغ نجحنا فيهم بواحد الشكل كبير. يعني الوقيته اللي كنكونوا بغينا نمشيو نضغطوا عالي حنا اللي كنفرضوا عليهم. يعني هنا كوتي ممكن لانه تمشي للكره كما قلنا قبيله، ملي كيجي اناحي وتيتقاد مع
مع السيباري باش نوريونطيوهم لواحد الكوتي، كنا كنمشيو نضغطوا اولا بكثافه عدديه، ثانيا بتوقيت اللي تيكون مثالي، ثالثا ما كنمشيوش بواحد العشوائيه، كنمشيو بواحد التنظيم وكنمشيو بواحد السرعه كبيره باش نستخلصوا الكره. نجحنا فيه. حتى الا ما نجحناش فيه قطعنا الكره تقريبا 3 المرات يعني في الشوط الاول، وكان ارتداد هجومي كنا قدرنا قراب اننا نسجلوا منه. نعم، لاننا كنا ضابطين الامور ديالنا، لانه كنا كنطلعوا بلوك اللي كيكون متقارب، خطوط اللي كتكون متقاربه، ثم كاين واحد السين بيناتهم دائما، داك اما الزلزولي اما دياز اما السيباري، ينفوا كيدير داك السبرينت الاولاني كتحس على ان اللي جايين من وراه كاملين كيديروا السبرينت في نفس التوقيت. دونك ضابطين الامور ديالهم، منسجمين مع الافكار ديالهم، ثم كتحس بانهم متناغمين في فهذاك الديبار ديال البريسينغ. يعني اون فوا كيدير واحد كيمشيو يعني جميع اللاعبين. كانت اخراج الكره زوينه، كان الضغط العالي، افتكينا اكثر من الكرات، وكانوا لي كونتر اتاك. شفنا السرعه ديال اللاعبين، تقريبا 3 اللاعبين اللي كيمتازوا بالسرعه. الزلزولي في لادروات شفت واحد اللقطه، يعني الزلزولي دار واحد الكونتر اتاك في لادروات نورمالمون في نفس الخط اللي كيلعب فيه اشرف حكيمي، حتى كيبان لينا هو اللي يستقبل الكره في لونغوش. يعني كيفاش دار لها هشام. واللي مزيان في هذه القضيه هذه هو اننا حنا كنا الى لاحظتي ملي كتقول مثلا الكونتر اتاك وقذفها. نعم وقذفها. كنضغطوا امين على الضغط. قلت لي هذا كيفاش وصل تما بعدا، كيفاش من الكونتر وصل تما، يا ما شاء الله عليه الله يحجبه. ملي كتقول على انه مثلا التحولات، كتقول على انه كتستخلص الكره وكتمشي في التحولات. حنا فين كنا كنمشيو في التحولات؟ كنا كنستافدوا من الكرات الثابته ديالهم. ملي كيكون مثلا شي كورنير، وهذه نقطه ايجابيه بالنسبه لي اليوم، وذكر السي محمد المغودي، ملي كتشوف القامه ديال هالاند تبارك الله، وكتشوف القامه ديال سورلوت، وكتشوف القامه ديال اللاعبين ديال الخط الخلفي، كتقول على اننا غادي نعانيو في الكرات الثابته. بالعكس، جميع الكرات الثابته كنا حنا سباقين لهم وحده اللي كانت خطيره بزاف ديال البولو اللي تعطل فيها، ديال سورلوت اللي كانت شويه مرات حدا القائم. من غير هذيك ما كاين حتى شي كره اللي تفوقوا علينا، مع العلم على انهم جاوا بزاف ديال الكورنر. يعني النرويج عندهم قامات عاليه وعندهم كرات ثابته مميزين فيهم. هو لعب لهم عرفوا غتكون زياده عدديه في مربع العمليات، دونك مشى لعب لهم لا نقطه الضعف اللي غتولد في ديك نقطه القوه اللي عندهم. الدول السكندنافيه كيلعبوا بحال النقالزه، الكره الطويله واللي بالاريتي. هادو هما نقاط القوه اللي ممكن لانهم كيكون تبارك الله المورفولوجي عندهم تبارك الله طوال تبارك الله. دونك دائما كيمشيو في هذا ماتش واحد في اخر 16 مباراه ديالهم. يعني منتخب قوي، ماشي منتخب منظم. الرتبه 38. نعم، منتخب منظم رغم انه غاب بزاف على لي كوب دي موند. 98 نوعيه اللاعبين اللي عنده السي هشام، نوعيه اللاعبين من النوع الممتاز. راه واحد كيلعب واحد كيلعبوا في فراك كبار، بمعنى كاملين عندهم كيشطف انديه اوروبيه ممتازه. واحد كيلعب في انتراخت فراnkfurt ولا مع واحد في بروسيا دورتموند، بروسيا دورتموند، بينيفيكا. لا عندهم لعابه مجموعه. غير اليوم حنا عندنا مجموعه وعندنا لاعبين ربما احسن منهم. اللي جيتي ذكرتي الاسماء ديال اللاعبين والانديه اللي كيمارسوا فيها، حتى حنا الاسماء ديال اللاعبين في مستوى عالي، وتا هما كانوا زعما رادين البال مع اللاعبين ديالنا. ما قالوش انا لاعبين مع منتخب اللي متوسط ولا تهرمونا بواحد الشكل كبير. قلت لك انا الكره الثابته ديالهم هما استفدنا منهم حنا. علاش؟ لاننا كنا كنقطعوها، وكنا هذيك الدوزيام بالون اللي كانت كطيح فيها الكره ما كانوش كياخذوها هما. علاش؟ لانه كان كيطيح تما يا اما دياز ولا اوناحي في الدوزيام بالون، باش اولا يحرم النرويج على انهم يستافدوا من الكره الثانيه ويديروا يعني دي تير دولواه. كنا كناخذوها مباشره، كنا كنمشيو في التحولات. دونك شوف كتكون ما شفنا حتى شي تشتيت عشوائي في هذه المباراه من قبل اللاعبين ديال المنتخب الوطني نهائيا. الكره كطيح ضابطين الامور ديالهم. علاش؟ لعبوها في المربع الصغير. نعم، الدراري ديالنا المدافعين مع الحارس بونو لعبوها بمعنى الوليدات راه داخلين بواحد الثقه كبيره جدا جدا جدا. قسموا المقابله. لا بالعكس، قسموا المقابله. وهذه تكلمنا على البناء من الخلف والاصرار على البناء من الخلف. كان بواحد الطريقه مزيانه، لانهم عندهم مؤهلات ديال اخراج الكره، واللاعبين اللي كياخذوها لاعبين اللي عندهم المهاره وكيتحركوا في المساحات. انا باش نكون معك واضح. نعم، انا فاش خرج المزراوي ودخل بالعمري ما طمئنيش. باش نكون واضح، انا ما طمئنيش. وديك الخلعه اللي كانت فيا تبينت لي بديك الكره. ما عرفتي كيفاش راه صدروا داو جابوا عطى الكره ديال ماشي هو كانت مشكل حتى لا لا ديال اللاعبين لا ديال خط الدفاع لا ديال وسط الميدان. ما لا كانت مراقبه. لا هو من الاسباب نسبه مئويه كبيره كيتحملها. كاين اخطاء ديال اللاعبين الموسط. نكمل غير الفكره، لانه ملي كنقولوا اننا استفدنا من الكره الثابته ديالهم، اين فوا كناخذوها. اللي عجبني بزاف هو انه في التحولات فين كنكونوا حنا كنكونوا قراب المرمى ديالنا، وكنمشيو بواحد الزياده عدديه. يعني اين فوا كتقطع الكره معروف الفكر، لانه اللاعبين مباشره كيديروا واحد سبرينت، كيمشيو 4 ولا 5 كيديروا سبرينت، يعني باش تلقى حلول كثيره وتكون زياده عدديه. لان
السرعه ديالنا كانت اكثر من الارتداد ديال السرعه ديال المنتخب ديال النرويج. راه هما كانوا كيرجعوا باش يدافعوا على المرمى ديالهم في التحولات، ولكن هنا عامل السرعه كان لاعب لصالح المنتخب الوطني المغربي، لانهم كانوا كيديروا واحد السبريت بواحد السخاء كبير، وكانوا كيمشيو يعني كيوصلوا دغيا. وشنا شحال من خطره كنا كنمشيو ب4 5 ديال اللاعبين. وانت ذكرتي اللقطه ديال اشرف حكيمي، لانه بان لي على انه الزلزولي طاح في الكوتي دروا، هذا كيتسمى ذكاء تاكتيكي، وما يمكنش على انك تلعب في الفروق العالميه كامله. لا ذكاء تاكتيكي مرافق له واحد المجهود بدني خرافي. سخاء بدني. وانت كتعرف تبارك الله السبرينت ديال اشرف حكيمي من اسرع اللعابه في العالم، من اسرع اللعابه في العالم. فعرف على انه كاين واحد المساحه يعني فارغه في الجهه اليسرى مباشره، يعني دار واحد سبرينت ديال واحد 50 ولا 60 متر بواحد السرعه قياسيه، وشفنا كيفاش كانت غتكون هذيك عمليه الانهاء. بالنسبه لي اليوم فإلا نجحنا في عمليه البناء من الوراء وخرجنا كرات سلسه وصلنا بهم الامام، فالتحولات كانت تحولات مثاليه، يعني كانت توقيت مثالي، وايضا عدد ديال اللمسات كان قليل باش نوصلوا للثلث الاخير ديال المنتخب ديال النرويج. والعامل المهم والاساسي بالنسبه لي واللي فاجئني وكانت مفاجاه ساره بالنسبه لي، هو انك يعني كتضرب واحد 70 او 65 متر وكتمشي بواحد السرعه قياسيه وكتمشي بواحد عدد اللاعب محترم اللي هو 5 ولا 6 ديال اللاعبين. فهذا نقطه ايجابيه بالنسبه لي في عمليه ديال التحولات. كان كذلك توازن. حنا غنركزوا بزاف على الشوط الاول لان صعيب في مثل هذه المباريات تحلل المباراه كامله، لان كيخرجوا 10 لعابه وكيدخلوا 10 لعابه. حتى في القراءه ديالنا حنا الامور غادي تولي تصعب شويه. الامور نركزوا بزاف على الشوط الاول اللي كانوا فيه اختيارات بشريه اللي واضحه، وكان ربما المستوى التكتيكي اللي واضح من قبل النخبه الوطنيه. ما كرهتش تكلموا لي فين بان لكم ان المنتخب الوطني ضعيف وربما غيعاني، ولا شي نقاط اللي شفتوا نتوما ان مازال خصها تكون عليها عماله سي محمد كذلك سي هشام؟ ان شفنا المنتخب النرويجي في بعض الفترات يعني ما نقولوش سيطر، لان حتى وهبي يعني قال في التصريحات السابقه خصنا نعرفوا ندافعوا، خصنا نعرفوا نهاجموا. كان هناك توازن، بالعكس هي كانت امور اللي ايجابيه. فاش كيهاجم باكبر عدد من اللاعبين، فاش كيدافع باكبر عدد من اللاعبين، ودائما شفنا مساحات متقاربه. انا ما عرفتش شنو هما المشاكل ربما اللي كانوا في الشوط الاول ديال المنتخب الوطني المغربي. انا بالنسبه لي المشكل اللي كان في الجوله الاولى هو المشكل ديال الاصابات ديال اللاعبين بجوج. انا بالنسبه لي فاش خرجوا هذوك بجوج كان واحد النوع ديال النقص على مستوى الجهه اليسرى، رغم ان ذاك الوليد اللي دخل كان في مستوى عالي. اللي زاد خلعني وانا كنقول اولا خصهم يوضحوا لنا هذوك الناس اللي تم. انا ماشي صيفطناكم ديك الناس ديال الاعلام، ماشي صيفطناكم نمشيو تسالاو السياحه، اخبرونا بالتفاصيل. ديك انا صلاح الدين اش عنده؟ انا الصراحه ديال اللي ما كانش في دو ماتش، ما كانش في التشكيله الرسميه، وما كانش في الاحتياط. وهذا راه ماشي سر من اسرار الدوله. هذا راه خصنا نعرفوا واحد القضيه. راه سويسرا واحد الولد تصاب ليه وما مشاش وعوضوه، راه داروا بلاغ. حتى البرازيل داروا بلاغ. صاب مع المنتخب المصري. وانتم ماشي كديروا تما، شنو مشيتوا ديروا تما؟ علاش غادي تما اللي ما كانش الراي العام الوطني غادي يعرف على التفاصيل الصغيره والكبيره ديال الفريق الوطني المغربي؟ راه حقرتوا كاع الراي العام الوطني وحقرتوا الاعلام الوطني وما تقدروش تواصلوا معاه. هذا انا صلاح الدين اللي ما دخلش قبيله شنو كاين؟ لان بالنسبه للمغاربه بالنسبه لهم في حاله غياب هو البديل الاول، هو البديل رقم واحد مزراوي تماما. وهذا الشيء راه غادي يعرف له السي هشام اكثر مني انا. رقم واحد كبديل للمزراوي هو انا صلاح الدين. قولوا لنا شنو عنده. دابا مثلا ملي نشوفوا المنتخبات العالميه كيحطوا التفاصيل احاطه طبيه على جزئيات التفاصيل، علاش انتم ما دايرينش هذا الشيء؟ دونك انا بالنسبه لي السي امين النقطه اللي خلعاني والله يستر ما عرفناش انا صلاح الدين شنو عنده. هو الا بقى المزراوي مصاب شنو غنديروا معاه، شنو غنديروا في اللقاءات المقبله خاصه مع المنتخب البرازيلي. انا الطريقه باش شفت قبيله وقف بالعمري ما عجبتنيش كاع، خاصه مع عدم توضيح بالنسبه لي ولا الا كانت بالنسبه لوسط الميدان انا مطمئن جدا عليه. بالنسبه للخط الهجوم انا نقول لك بصراحه قبيله راه كان داك الشيء كان مرعب ديال الوليدات ديالنا تبارك الله. لا شتي هذاك الولد ما باش راه كيضرب الكره بزاف، ولكن كان مستوى عالي جدا. هذاك الصباري ابراهيم دياز كان في الطوب ديالو. بالنسبه لي الزلزولي كان في الطوب ديالو. انا قبيله خرجت مطمئن. انا كنت عايش على الاعصاب ديالي، لان من الناس اللي كانوا
كيطالبوا بالتغيير داخل الفريق الوطني المغربي. كنت عايش الاصل ديالي قبيله في الجوله الاولى زرعت فيها شويه الروح. واخا مشى عند هشام شنو لاحظتي اليوم؟ نقدروا نقولوا نقاط سلبيه في المنتخب في الشوط الاول على مستوى الاداء، على مستوى الاختيارات، على مستوى التركيبه، اداء بعض اللاعبين، يعني شنو الملاحظات السلبيه نقدروا نسجلوهم في هذه المباراه؟ وملي كنقولوا مباراه ديال الشوط الاول كانت مثاليه، فالسلبيات كتكون ضئيله قليله، لانه ملي كتقول على اننا نجحنا في عمليه اخراج الكره، نجحنا يعني في البريسينغ، نجحنا في الكونتر بريسينغ، نجحنا في التحولات، هذا هو الشيء اللي كاين في كره القدم. دونك هادو كلها امور اللي نجحتي فيها. ثم تنظيميا كنا منظمين بواحد الشكل كبير، كنعرفوا وقتاش نضغطوا الفوق، كنعرفوا الا بغينا نرجعوا ميديوم ولا بغينا نديروا الضغط العكسي كيفاش نمشيو، وحتى ملي كنطيحوا البلوك با فتا هو يعني كنجيريوه بطريقه مزيانه بليلين يعني كيكونوا سيري، وكنصعبوا المأموريه على المنتخب النرويجي. ولكن ما كيمنعش على انه كيكونوا بعض الرتوشات اللي تحسنوا، ممكن لان المنتخب يتطور، يعني اذا كان في التطور وزاد التطور فاكيد على انه غادي يعطيك اطمئنان اكثر، وممكن لانه يحسم لك النتيجه ديال المباراه الا كان في الشوط الاول مزيان. بحال قبيله مثلا ملي كنقولوا شوط مثالي فكيخصك تخرج رابح بواحد 3-0، لانه في الشوط الثاني ما تعرفش شنو كاين مع التغييرات، لانه الفوارق بين اللاعبين اللي دخلوا الشوط الاول بانت، لانها كاين فارق في الامكانيات كبير بين اللاعبين ديال الشوط الاول والشوط الثاني ديال الامانه. ولكن بالنسبه لي انا فاليوم الكوتي دروا اشتغل اكثر من الجهه اليسرى. ملي كتجي تشوف الكوتي دروا او كتشوف البوعدي وحكيمي وابراهيم دياز، كتشوف على انهم كاين واحد التجانس كبير، رغم ان بوعدي يلاه جا جديد طرا الماتش الاول ولا الثاني ديالو، كتشوف على انه كاين واحد الانسجام كبير، كتشوف واحد الاوتوماتيزمات بيناتهم، كتشوف دي دوبلومون ديال حكيمي بعض الاحيان، كتشوف على انه الا طاح مثلا في الكولوار حكيمي كيطيح في الهاف سبيس اللاعب دياز، العكس الا طاح عاوتاني في الكولوار دياز في الهاف سبيس دائما كيطيح فيها حكيمي. فكتشوف على ان الجهه اليمنى يعني فيها الا كان التنشيط ديالنا الهجومي فيه بزاف ديال المحاولات، فتلقى واحد 60 حتى 65 حتى 70% بعض الاحيان كتشعل الكوتي دروا، ولكن في الكوتي غوش هي كانت مزيانه. ولكن ملي كتجي تشوف على انها كانت مزيانه كانت من لعاب واحد اللي هو المزراوي اللي هو الزلزولي في الكوتي اوفونسيف، يعني كتشوف على انه ملي كيشدها كيمشي كيقصاد، ملي كيشدها يعني كيعطيك دي باس اللي كيكونوا ديزاسيس باش تحاول على انك تسجل. ولكن بالمقابل ما شفناش يعني العناوي مع تمايا كيدير عليه دي دوبلومو، ولا شفنا المزراوي ولا يعني ما شفناش واحد التوازن بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى. اليوم الجهه اليمنى كانت انشط، الا كانت الجهه اليسرى يعني كانت فيها نفس الانيماسيون اللي كاينه في الجهه اليمنى. خيار تكتيكي، لان ملي كيطلع واحد ضروري الاخر خصو يبقى كيعطي توازن او لا هو ضعف ديال ربما لاعبين اخرين. لان كان يعني انت كتكلم مع هشام وانا كنقرا مجموعه التعليقات اللي ما نقولوش كتنتقد، ولكن ما قالوا بان بالعمري اليوم ما لم يظهر واحد المستوى اللي هو كبير، وعطى واحد الثقه وربما الاطمئنان للظهير الايسر في حال لا قدر الله ما كانش مزراوي في المباراه المقبله. وحتى الاخبار اللي كتوصلنا حاليا هو ان مزراوي عنده اصابه على مستوى الكتف، مازال يعني الفحوصات الطبيه المدققه لا تبين واش خلع ماشي خلع شنو عنده بالضبط، باش تبين حتى المده ديال الغياب ديالو، واش غيكون حاضر ان شاء الله في المباراه ديال البرازيل نهايه الاسبوع ولا غادي تاجل الى وقت لاحق. حتى بالنسبه لأنس صلاح الدين فالحديث والاخبار اللي كتوصلنا حاليا هو انه كانت عنده اصابه طفيفه في التدريب، وفضل المدرب على انه يحتفظ به باش ما تطورش الاصابه ديالو في